بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحبتي في الله، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايمًا يا رب. جاية لكم النهارده في فيديو جديد بعيد عن الأكل، هو في الأكل نفسه بس يعني إيه عايزة أقول كده حسبي الله ونعم الوكيل في التجار وفي جشع التجار والمنظر، وأنا آسفة كمان كده على المنظر اللي هتشوفوه النهارده، بس يعني عايزة أقول كده إن يعني إيه مش كفاية بس إن الحاجة غالية نار، لأ ده إحنا الحاجة غالية نار ويعني إيه تعتبر كده فلوسها نزلت وراحت في الأرض. الحاجة غالية نار وفي نفس الوقت الحاجة ما هياش كويسة، حاجة بايظة خالص. وكل ده نتيجة إيه؟ نتيجة الجشع ونتيجة الإيه؟ الاستغلال ونتيجة الطمع، وإن ما عادش فيه مصداقية وما عادش فيه ضمير عند أي حاجة. زي ما انتم شايفين التين اللي أنا جايباه كده كان النهارده كان الكيلو ب30 جنيه أهو. وعايزة أقول لِك كده بُصّي كده ركّزي في الصورة من تحت كده هتلاقي شايفة المنظر. لمّا تيجي تشتري تين يا جماعة ما تخلّيش الراجل يعبّي لِك فيه في القرطاس كده، تبُصّي في القرطاس كويس أوي قبل ما إيه، قبل ما يحط لِك فيه، لإن القرطاس بيبقى في أرضيته تين بايظ زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده، وتبقي باصة كده في القفص شايفة الحاجة بتاعتِك البضاعة بتاعته كويسة وما شاء الله وحلوة أوي، وتروّحي البيت تيجي تبُصّي تلاقيها معبّية لِك الإيه، الحاجة الوحشة المدوّرة اللي أنتم شايفين زي ما أنتم شايفين الصورة كده في أرضية القرطاس بالمنظر البشع ده كده، ويحطه لِك كده في قلب الميزان ويشيل لِك كله الحلو بالوحش، ويوزن لِك كله إيه بالسعر الغالي اللي أنتِ بتشتري بيه. ركزوا في الصورة كويس أوي كده هتشوفوا يعني المنظر يعني سبحان الله يعني ما فيش حد بصراحة يطيق المنظر ده، يعني لو حد راح يشتري حاجة زي دي ولقاها بالمنظر ده كده هيتعقد منها ومش بعيد يروح يرميها للتاجر وإيه وحتى يقول له مش عايز منك فلوس ومش عايز منك حاجة، ده لو واحد يعني إنسان عادي كده. أنا جايبة النهارده كذا حاجة مش التين بس، شايفين البتاعة الدودة بتجري إزاي؟ انا مش عايزه اعقدكم يا جماعه، بس انا عايزه اقول لكم يعني ايه لما تيجي تشتروا حاجه ركزوا كويس قوي في الحاجه بتاعتكم اللي انتوا هتشتروها. اهو شايفين المنظر عامله ازاي، البتاع بتجري على على التنيه وبالظبط كانها بتلعب في ملعب كوره. اهو لما تكوني جايبه كيلو وتيجي تبصي تلاقي في ارضيه القرطاس شويه زي دول كده يعني بالظبط كده يعني إيه، ما يقرب على الكيلو برضه، يعني هو حاطلك من على الوش كده بتاع 3 4 وحدات بس كده. وديت القته اهي شايفين منظر القته برضه، يعني انا جيت بكسر واحده لقيتها بالمنظر ده كده من جوه. وانا باشتري الحاجه بتنقيها يعني زي ما انتم شايفين كده القتايه يعني ايه من بره، يعني شكلها حلو ما فيهاش لا خرم ولا تقب ولا اي حاجه من دي ولا فيها اي حاجه ضاربه ولا اي شيء. والكيلو من القته ب15 جنيه النهارده، تروحي تشتري كيلو من القته ب15 جنيه وتيجي تبصي تلاقيها بالمنظر ده كده من جوه. والبتاعه الدوده مفرعه فيها ماسكه القتايه من اولها لاخرها، مش حته في الجنب كده وخلاص لا، زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. القته اللي كنا بنجيبها ال4 كيلو ب5 جنيه، الكيلو النهارده ب15 جنيه وبالمنظر ده كده. وكل ده بيرجع لجشع التجار وجشع البياعين ومنظر يعني، وحاجة بصراحة حاجة آخر قرف. فتحتها كده فتحتها علشان اشوفها البتاع واصله فيها لحد فين من اولها لاخرها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. يعني حتى لو حطيتها للطير الطير ما يرضاش ياكلها بالمنظر ده، يبقى حرام عليكي لو حطيتها للطيور بالمنظر ده كده، كان تضرهم ما تصلحهمش ما تكبرهمش ولا حاجه. الزراعه بقت زي الزفت والتجاره بقت زي الزفت والبيع والشراء والاسعار بقى كله زي الزفت. ديت القتة يا جماعه. شوف بقى الفلفل اللي انا كنت شارياه او منظر القرن الفلفل من بره برضو، كيلو الفلفل النهارده ب15 جنيه. بفتحه كده علشان اعمل شويه مسقعه لقيت بالمنظر ده كده برضه قرن الفلفل من بره شكله حلو قوي ما فيهوش اي خلل ولا فيه اصفرار ولا حتى القرن مخروم ولا فيه اي حاجه تدل على ان هو وحش. وتفتحي القرن تتفاجئي بيه من جوه هتلاقي الدوده كده نايمه كده وايه ومرخه وكانها نايمه في سراية ابوها. شايفين الدوده فوق ورا ازاي عامله ازاي. كل ده نتيجة إن الحاجة غالية جدًا على الفلاح، ما عادش بيهتم بالزراعة، ما عادش بيهتم إن هو
يرش، يحط مبيدات، يحط كيماويات، فكله بالغالي عليه، ولما بيجي يبيع حالي يبيعها بايه؟ بالسعر. هو بيقول لك رخيص بس مش رخيص، بس يعني هو كله يعني هي المنظومة كلها على بعضها كده، سواء كان زراعة ولا تجارة ولا بيع وشراء ولا صناعة ولا أي حاجة، كلها بقت منظومة زي الزفت، بقى كله حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الفلفل اهو زي ما انتم شايفين اهي، شايفين الدودة ورا ازاي قاعدة عاملة ازاي. خدوا بالكم بقى من حاجة وانتوا بتشتروها، يعني وانتوا بتشتروا كده لو لقيت يعني مفيش مانع ان انتوا تكسروا الحاجة كده وتبصوا فيها. او دي المكرونة اهو، جبت كيلو المكرونة ده وما استعملتوش في يوم، يعني هو قاعد عندي بالظبط كده، قاعد بالظبط كده اسبوع او 10 ايام، ما كنتش استعملته في وقتها على طول، بس ما كنتش محطوط في التلاجة بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين البتاعة بتيجي بالنسبة ازاي، وهي اصلا جاية بايظة، هي جاية مسوسة وجاية بايظة خالص من عندي، لان عندي التلاجة بيتها، وعشان ما عملتهاش في يومها ما خدتش بالي منها. بيخزنوا الحاجة عندهم في المخازن لحد ما الحاجة تبوظ ويبيعوها للناس بايظة. طب تعالي بقى ارجعي لي كده بقى، ارجعي للتاجر وقولي يقول لك لا انت مش واخدة مني، هيقول لك لا الحاجة بايظة عندك، هيقول لك لا ده انت مش عارفة ايه. كيلو مكرونة النهاردة